الإخوة ألف كتابا جميلا سماه كيف نحبب أطفالنا في القرآن الكريم، وذكر عبارة أو جملة من 3 كلمات. قال: إذا أردنا أن نحبب أطفالنا في القرآن نحرص على هذه الحروف: قم شجع الخطة، قم شجع الخطة، قم حرف القاف، لكي نحبب أولادنا في القرآن نحرص على حكاية القصص والأمثال لهم الموجودة في كتاب الله عز وجل. الأمر الثاني: الميم، المنافسة والمسابقة. لما لا تكون أسئلتنا في القرآن؟ كم عدد الحيوانات، النباتات، المدن، كم عدد الأنبياء، أسماء الأنبياء، إلى غير ذلك. كثير من الأسئلة موجودة في القرآن. قال: قم شجع الخطة. شين، الشين شفاعة، معنى كما أن القرآن يشفع لصاحبه في الآخرة ينبغي للقرآن أن يشفع لصاحبه في الدنيا. فإذا جاءك أحد الأبناء قد أخطأ خطأ ما لكنه قرأ في ذلك اليوم سورة الكهف أو كان حافظا لكتاب الله، فاجعل هذا القرآن شفيعا له حتى يعرف إخوانه بأن هذا القرآن نعمة على الإنسان في الدنيا وكذلك في الآخرة. قم شجع. الجيم، وهو أن يتعرف الأبناء على الجنة من خلال كتاب الله، على نعيم الجنة وما يوجد فيها. وتمر مثلا، خلف رمضان هذا يمرون على آيات الجنة، يعدون الأسماء الحسنى مثلا المتعلقة بعلم الله عز وجل ولطفه والخبير ونحو ذلك، تجعلهم أكثر تدقيقا وهم يقرؤون هذا القرآن. قم شجع الخطة. شين وشفاعة، والجيم جنة، والعين قالوا علاج وشفاء. عندما كان أحد الآباء في المجلس انطفأ النور، فإحدى البنات خافت والأخرى جلست في مكانها وتقرأ: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. هذه التربية أيها الأحبة، بحيث يشعر الابن بأن الله عز وجل يحفظه بهذا القرآن، وأنه إذا قرأ عند نومه آخر آيتين من البقرة كفتاه، إما كفتاه من كل شر أو كفتاه عن قيام الليل أو غيرها من تأويلات العلماء. قم شجع الخطة. الخطة أول حرف الألف، الأخلاق القرآنية. ورحم الله الشيخ محمد دراز عندما ألف كتابا سماه من خلق القرآن. انظروا لتحليلاته الجميلة لآيات القرآن المتعلقة بالأخلاق، وتجد في القرآن أصول الأخلاق التي إن وجدت في الناس انجذبت إليها بقية الأخلاق تبعا. فنحرص على الأخلاق القرآنية، نأتي إلى خلق من الأخلاق ونعمل عليه في بيتنا ونطبقه ونمارسه أيضا في البيت. اللام لغتنا العربية، هناك عبارات في القرآن لا يفهمها الأبناء، من الجميل أن نعرفهم بها. لما يمر عليه آية مثل: وأن لهم التناوش من مكان بعيد، إيش التناوش؟ فيأتي الأب ويقدم معنى هذه العبارة ويكون إما قارئا لها أو يأخذ تفسير ويقرأه للأبناء. الخاء أيها الإخوة خطاب، أننا نحرص على الحوارات الموجودة في القرآن ونفعل من خلال هذه الحوارات في بيوتنا على قضايانا الرئيسية. أما آخرها فالتاء، فهو تسميع وحفظ.